يا شباب اخباركم ايه؟ زي المشاهدين المتابعين في كل مكان قرى بعيون الجمهور، النهارده نتكلم عن حاجه مهمه جدا نقص النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، وخصوصا اللي احنا شفناه العجز الكبير جدا قصاد ريال مدريد. عاوزين مهاجم يا جماعه سوبر. الاهلي محتاج مهاجم باي طريقه باي وسيله. فعلا الماتش بتاع ريال مدريد لما حصل ولعبنا بطريقه 4-3-3 والاهلي كان بيلعب 10-10 فوق الممتاز، كان ناقص حد بس قدام يخلص الكوره اللي بتتقطع من كل ده. محمد شريف مع امكانياته البسيطه مش هقدر اقلل منه، محمد شريف عالمي، بس عاوزين واحد سوبر يقدر يستغل اي ظرف. زي واحد زي مين بقى؟ زي هالاند بقى شويه كده. عايزين واحد زي عماد متعب. عماد متعب كان مهاجم سوبر، اي كوره مرفوعه اي كوره ارضي كان بيجيبها في منت. واحد زي فلافيو كان من المهاجمين اللي بيبص الجوال بيخلصها من اي مكان، من اي كوره بتجيله فوق بالهيد بالرجل، اي حاجه كان بيجيب بها جوال. الاهلي محتاج الفتره اللي جايه مهاجم سوبر عشان يقدر يكمل. الاهلي بطريقته الجميله جدا مع مارسيل كولر قدر يعمل فريق منظم بيلعب كوره جماعيه وفرديه. فرديه معنى ايه؟ معنى وجود عبد القادر وحسين الشحات على الاطراف بيقدروا يلموا ويقدروا يخترقوا، دي حاجه فوق الممتاز. عاوزين بقى واحد في النص، محمد شريف هيطور من نفسه او يجيب مهاجم سوبر يقدر يترجم العرضيات او الهجمات الخطيره ديت، ده هيبقى في حد ذاته ممتاز. طريقه 4-3-3 طريقه فعاله جدا 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 مع الاهلي، ومارسيل كولر قدر يخلي الاهلي في مكانه ثانيه نهائي. الاهلي قدم ماتش فوق الممتاز بشويه مع ريال مدريد بطل العالم وبطل ابطال اوروبا. الاهلي قدر يلعب الند بالند مع ريال مدريد. طبعا هيقول لك ما هو خسر يا عم 4، لا تعالى شوف بقى الاهلي كان بيعمل ايه مع ريال مدريد، الهجمات كانت عامله ازاي، حسين الشحات كان عامل ايه مع ريال مدريد، محمد هاني فعلا محمد هاني بقى حاجه ثانيه اليومين دول، وعبد القادر كان في الماتش دوت كان فايق بطريقه رهيبه جدا هو وحسين الشحات. بس لما الناس بيقول لك هو غلط يطلعهم ومش غلط يطلعهم، الناس كانت تعبت، الماتش تقيل والناس دي كانت بتجري. في فرق امكانيات يا جماعه ما بين الاهلي وما بين ريال مدريد، ما بين الكره الاوروبيه والكره الافريقيه، فرق كبير جدا، فرق 180 درجه. شوف القيمه التسويقيه عامله ازاي ما بين ده وما بين ده، حاجه فوق الخيال. المهم ان الاهلي الفتره اللي جايه وكل ده وعمال يتكلم فيه مارسيل كولر ان عاوز مهاجم، الاهلي عاوز مهاجم عشان تكتمل تشكيله. خط نص عنده خط نص بدل 2 و3 و4، عنده اطراف يمين وشمال، عنده دفاع، عنده حارس مرمى. محتاج مهاجم على الاقل ينافس مع محمد شريف، يحس ان في روح منافسه كده، يحس ان في عاوز ينزل يهدف، عاوز ينافس عشان ما حدش ياخد مكانه. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وفعل زر الجرس. السلام عليكم.